عندنا يا جماعه الماده الثانيه رقم 142 من نفس الباب. يجوز لرئيس الجمهوريه ان يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، ماشي، او لنوابه او للوزراء. طب نقف هنا عند حته او لنوابه. مين هو النواب؟ مين هم النواب؟ يا جماعه مفيش ماده واحده في الدستور بتنص او بتلزم رئيس الجمهوريه بتعيين نائب ليه. مفيش ماده بتلزم رئيس الجمهوريه انه يعين نائب. يبقى لما اجي اقول هنا او لنوابه، مين هم النواب؟ هيجيبهم منين؟ هيجيب منين نائب اذا كان انا اصلا مفيش ماده الزمته بيها انه يعين نائب ليه؟ يبقى مين هم النواب؟ كلمه نائب دي بتعود على مين؟ عندنا يا جماعه ماده ثانيه، ماده رقم 141. عفوا يا جماعه معلش. ماده رقم 146 بتقول رئيس الجمهوريه هو القائد الاعلى للقوات المسلحه، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحه الى خارج الدوله الا بعد اخذ راي مجلس الدفاع الوطني. طب يا جماعه هو مين هم مجلس الدفاع الوطني دول؟ مين اللي بيعين مجلس الدفاع الوطني دول؟ طب لحظه واحده معايا، احنا لو طلعنا الماده رقم 197 من نفس الدستور، ماده 197 في الفرع الثالث مجلس الدفاع الوطني: ينشأ مجلس الدفاع الوطني ويتولى رئيس الجمهوريه رئاسته. يعني رئيس الجمهوريه عشان يعلن الحرب او يبعت قوات للخارج لمساعده اي دوله او عشان يعمل اي حاجه تخص القوات المسلحه لازم ياخد اذن مجلس هو اساسا رئيسه. طب حتى لو تغاضينا عن ان هو رئيسه، مين اللي هيعينهم؟ مفيش اي ماده في الدستور بتلزم مين اللي يعين مجلس الدفاع الوطني، مين اللي من حقه يختار اعضاء مجلس الدفاع الوطني. وازاي اخلي رئيس مجلس الدفاع الوطني هو القائد الاعلى للقوات المسلحه وهو رئيس الجمهوريه؟ يعني لما يحب يعمل اي حاجه ياخد الاذن من نفسه؟ ما ينفعش. لازم يا جماعه يبقى في احكام اكتر من كده. عندنا يا جماعه الماده الثانيه رقم 152 من نفس الباب. يحاكم رئيس الجمهوريه امام محكمه يرأسها رئيس مجلس القضاء الاعلى وعضويه اقدم نواب رئيس المحكمه، ويتولى الادعاء امامه النائب العام. طب ازاي يا جماعه هخلي النائب العام اللي هو اساسا معينه رئيس الجمهوريه دكتور محمد مرسي اللي معينه في الفتره الاخيره هو نفس النائب العام اللي هيقف قدامه ويقدم البلاغات ضده لو حصل اي محاكمه؟ ما احنا كده يا جماعه بنرجع تاني لعصر مبارك. ما هو مبارك هو اللي معين النائب العام اللي كان يعني الله اعلم هو السبب في ضياع الادله على قتل الثوار في الثوره. كده هنرجع تاني لنفس المشكله، النائب العام اللي معينه الرئيس هو اللي المطالب انه يقدم ادله للمحكمه اللي هتحاسب الرئيس. طب ازاي؟ في ماده ثانيه يا جماعه من نفس الباب، ماده رقم 153: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته يحل محله رئيس مجلس الوزراء. يعني لو رئيس الجمهورية حصل له أي مشكلة، تعب أو عي أو حصل عنده أي ظروف أو ظرف مؤقت يخليه ما يقدرش يباشر عمله، يتولى مكانه رئيس مجلس الوزراء. يعني رئيس الوزراء ده اللي هو معينه أساسا. طب احنا مش معترضين إن هو اللي معينه، بس فين النائب؟ فين اساسا مطلب الثوره اللي احنا نزلنا نطالب بيه مبارك وقلنا طالبين نائب لما الراجل حب يريح الشعب وراح جايب عمر سليمان؟ فين المطلب ده؟ فين مطلب الثوره اللي نزلنا نهتف عليه؟ لا اعتبار لمطالب الثوره نهائي في الدستور. عندنا مع الماده الثانيه رقم 202 في الفصل الأول أحكام مشتركة بالباب الرابع: يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى. يعني أنا كرئيس جمهورية هعين الناس اللي ماسكة الهيئات أو الأجهزة الرقابية اللي أساسا وظيفتها إنها تراقبني. طب إزاي؟ يعني أنا هعين حد يجي يراقبني؟ هعين واحد رئيس مجلس رقابي اللي المفروض إن هي وظيفة الهيئة الرقابية إن هي تراقب أو تراقب رئيس البلد، رئيس الجمهوريه. يعني في حد بيعين رئيس عليه، في حد بيعين مراقب عليه، ولو حصل ان انا عينت مراقب عليا، هل هو ده المراقب اللي يرضي الشعب؟ هل هو ده المراقب اللي جايب مطالب الثوره؟
ان انا اجيب حد يراقبني عشان خاطر اريح الشعب وخلاص؟ مين اللي يعين؟ على انهي اساس يتعين؟ مفيش. الماده بتقول يعين رئيس الجمهوريه رؤساء الهيئات المستقله والاجهزه الرقابيه اللي هي من وظيفتها الاساسيه رقابه رئاسه الجمهوريه. يعني رئيس الجمهوريه بيعين الناس اللي هتراقب رئاسه الجمهوريه. عندنا الماده الثانيه رقم 229 ودي اخر ماده ان شاء الله معترضين عليها. ماده 229 في الفصل الثالث احكام انتقاليه. بيتكلم يا جماعه يمثل العمال والفلاحون في مجلس الشعب بنسبه لا تقل عن 50% من اعداد اعضائه، ويقصد بالعامل هو كل من يعمل لدى الغير وبمقابل اجر او مرتب. وهنقف هنا يا جماعه. يعني ايه يقصد بالعامل اللي هيرشح نفسه مجلس الشعب انه يكون عامل شغال بالاجر او بمرتب؟ يا جماعه طب ما انا لو جينا خدناها كده بمثال، هو لو واحد موظف في شركه كبيره جدا وبياخد مرتب ممكن نقول 20000 جنيه، مش ده كده يبقى عامل باجر او بمرتب؟ ده هيبقى من حقه يترشح. طب لو جينا خدنا الناحيه الثانيه، لو جه عندي صاحب او اسطى في ورشه ماشي وحب يرشح نفسه بناء عن العمال، ما هو الراجل بيعمل وبيكد، الراجل شغال، بس الفرق بينه وبين التاني ان ده صاحب الورشه والتاني موظف ب 20 او ب 50000 جنيه. الدستور هنا يا جماعه بيقول ان الموظف ابو 50000 جنيه يقدر يترشح لرئاسه الجمهوريه بمقعد عفوا يترشح لمجلس الشعب على مقاعد العمال، وصاحب الورشه ما يقدرش يترشح لان ببساطه هو صاحب الورشه ما بياخدش اجر من حد او مش شغال عند حد. حتى لو كانت الورشه دي ورشه حداده صغيره مش من حقه انه يترشح في مجلس العمال. يا جماعه انا ما بدافعش عن صاحب الورشه، بس بقول ليه احط دستور هيفرق ما بين طوائف الشعب؟ ليه هحط دستور ما بيتوافقش مع جميع الناس؟ ليه هحط دستور هيفضل الموظف ابو مرتب قد كده على عامل او صاحب ورشه قد كده؟ دي مشاكل تانية يا جماعه. احنا كده يعتبر خلصنا يعتبر المواد. يا جماعه في حاجه لازم الناس تبقوا عارفينها. يا جماعه انا لما جيت كتبت المواد دي انا مش انا يعتبر انا طالب سنه ثانيه كليه اعلام. احنا لو عرضنا المواد دي على مستشارين قانونيين هيطلعوا فيها ثغرات اكتر من اللي احنا مطلعينها بكتير. احنا مطلعين حاجات على حد فهمنا او على حسب ما قرايتنا وثقافتنا وصلت. اكيد